العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي، أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إصابة مواطن واحد بكوفيد 19 في البلاد اليوم. وزارة الدفاع تخرج دفعة جديدة من أعضائها في مجال الموسيقى. مستشفى عصب يسعى لتقديم خدمات ناجعة بأجهزة حديثة. طالبان تعلن التقدم في وادي بنغشير والمقاومة تؤكد صد الهجوم. انخفاض حاد للتلوث في العالم في ظل إجراءات الإغلاق الناجمة عن جائحة كوفيد. رئيس الوزراء الياباني يعتزم عدم الترشح مجددا. أهلا بكم للتفاصيل. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم 4 سبتمبر في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن واحد بكوفيد 19. في غضون ذلك شفي مواطنان 2 كانا يتلقيان الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 6647، شفي منهم 6597 ووفاة 38 مريضا، فيما لا يزال 12 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 4 سبتمبر 2021. تخرج اليوم 4 سبتمبر في مركز التدريب للقوات البحرية في منطقة دونغولو، تخرج 64 فنانا قدموا من مختلف الوحدات العسكرية بمجال الموسيقى. الدورة التي أشرف عليها فرع التوجيه التعبئي والمعلومات في وزارة الدفاع استمرت لفترة 2 شهر، واشتملت على التعليم النظري لقراءة النوتات والتنسيق الموسيقي وتطوير الألحان المنسقة والأخلاق المهنية وغيرها من الفروع. وألقى مسؤول فرع التوجيه التعبئي والمعلومات العقيد سلمون سيوم كلمة أوضح فيها تنظيم دورات تأهيلية عدة لتطوير مستوى وكفاءة الآداب والموسيقى الوطنية. وكان الهدف من تنظيم هذه الدورة تأهيل شباب يعملون لتمرير رسائل فعالة وهادفة عبر الموسيقى. من جهته قال الفنان تسفيت حاجوس أحد المدربين أن الدارسين يمتلكون تجارب ومستويات مختلفة في المجال الموسيقي، وقدمت لهم دروس رئيسية مكثفة داعيا إياهم للعمل بجدية لتطوير المعرفة المكتسبة. وناشد الممثل الخريجون مستذكرا أهمية الدورة لتنظيم دورات مماثلة حسب المستويات. وحفلت المناسبة بفقرات فنية عكست الدروس المقدمة في الدورة. من أجل تقديم خدمات صحية ناجعة يجري استثمار عبر مراحل لتسليح مستشفى عصب بأجهزة رقمية حديثة. وأوضح خبير المعالجة الإشعاعية في المستشفى الشاب مدهاني يوسف بأن جهاز الأشعة السينية الحديث المدخل حديثا في شهر مارس الماضي ظل يلعب دورا كبيرا في جودة وتنشيط الخدمات الصحية المقدمة. من جهته قال المدير الطبي لمستشفى عصب الدكتور يوهانس تخلو أن الاهتمام الممنوح لإدخال الأجهزة الطبية الحديثة عبر مراحل إضافة إلى المساعي الحثيثة الجارية لإكمال القدرات البشرية والأجهزة تساعد في إنجاز مهام فعالة ومجدية. وأضاف الدكتور يوهانس قائلا أن من ميزة هذا الجهاز أنه يغطي جميع الأجزاء. قدمت دعوة لتعزيز العلاقة بين الآباء والطلاب والمعلمين لتحسين نتائج التعليم. جاء ذلك في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 28 من أغسطس بمديرية جندع. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ جبري يسوس ملس نسبة النجاح في العام الدراسي 2020-2021، حيث كانت في المرحلة الابتدائية نسبة 86%، وفي المرحلة المتوسطة بلغت 78%، وفي المرحلة الثانوية بلغت 83%، فيما بلغت مشاركة الطالبات في المراحل الثلاثة نسبة 43%.
وذكر الأستاذ غبريسوس مقاطعة أكثر من 1000 طالب لأسباب تعود إلى تفشي جائحة كوفيد-19 وحياة الترحال الرعوية وتدني المتابعة الأسرية، فيما أحرزت 18 طالبا في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية لهذا العام نقاط عالية أهلتهم للالتحاق بالكليات بدرجة البكالوريوس، و18 أيضا بدرجة الدبلوم، و49 بدرجة الشهادة. كما أن برنامجي عريوت والتعليم الكبار ظلا يحققان نتائج مرضية. من جهته قال مسؤول التعليم الأساسي في مكتب التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد أنه وأخذا في الاعتبار قلة المعلمين سيقوم المكتب بإعادة توظيف المعلمين على مستوى الإقليم، مناشدا المدراء للعب دورا رائدا لإنجاح الجهود الجارية من أجل حل إشكالية مقاطعة الطلاب لمائدة التعليم. وقدم المشاركون آراء وتوصيات أهمها صيانة عاجلة للمدارس التي أصبحت خارج نطاق العمل بمختلف الأسباب، وتشييد مدارس خاصة برياض الأطفال الأهلية التي تقدم التعليم إلى جانب المدارس النظامية، وكذلك توسيع أنشطة الأندية الخضراء والمكتبات. هذا وتوجد في مديرية قنا 35 مدرسة من رياض الأطفال، وحتى المرحلة الثانوية تقدم التعليم ل15,000 طالب وطالبة. أفاد مراسل وكالة الأنباء الوترية بأن مديريتي ميمنة وعالدقيح شهدتا تنفيذ أنشطة نافرة لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضحت المعلومات الواردة بأن أكثر من 70 موظف حكومي في المديرية قام في 24 من أغسطس بتنفيذ أنشطة نافرة لصيانة البنية التحتية التي جرفتها السيول. في غضون ذلك نظمت في 31 من أغسطس الماضي جمعية المرافق الخدمية في مديرية عالدقيح المكونة من 46 مرفقا في مديرية عالدقيح أنشطة نافير في منطقة سحارتي لقرص الشتول. وأوضح رئيس الجمعية السيد هابت جبرائيل أسفها بأن أنشطة النافرة التي نفذت على مدار يومين اشتملت على إعداد 280 حفرة وقرصها بالشتول. سيداتي سادتي، إلى فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أعلنت حركة طالبان تقدمها ميدانيا في ولاية بانغشير شمالي أفغانستان، وأكدت سيطرتها على مديرية بريان، فيما قالت قوات الزعيم المحلي أحمد شاه مسعود أنها صدت الهجوم. وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حركة طالبان ومسلحي ما تسمى بالانتفاضة الشعبية في منطقة قلبهار والمطلة على وادي بانغشير شمال العاصمة الأفغانية كابول. وأكد كل من الجانبين أنه كبد الجانب الآخر خسائر فادحة في الأرواح، ولم يتسنى التأكد من تصريحات الجانبين. وتبدو حركة طالبان مصممة على عدم تكرار خطائها في فترة حكمها السابق، عندما ظلت منطقة بانغشير خارجة عن سيطرتها، مشيرا إلى أن الحركة قطعت خطوط الإمداد بين الإقليم الذي تسكنه أغلبية طاجكية وبين دولة طاجكستان. قالت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن العالم شهد انخفاضا حادا ولفترة وجيزة لانبعاثات ملوثة للهواء للعام الماضي، وذلك في ظل إجراءات الإغلاق وقيود السفر التي فرضت بسبب جائحة كوفيد-19. وأصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أول نشرة تتعلق بجودة الهواء والمناخ، قائلة أن الانخفاض كان ملحوظا بصفة خاصة في المناطق الحضرية، ولكنها حذرت من أن انخفاضات مستويات التلوث لم تكن منتظمة. وقالت الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها أن عديد من المناطق في العالم أظهرت مستويات تلوث تجاوزت التوجيهات الخاصة بجودة الهواء، وأن بعض الملوثات ظهرت بمستويات أعلى. وأشار إلى حدوث انخفاضات تصل إلى ما يقرب من 70% في متوسط مستويات أكسيد النيتروس خلال تدابير الإغلاق الكامل للعام الماضي، مقارنة بالفترات نفسها من العام 2015 إلى 2019. لكن مستويات الأوزون على سبيل المثال ظلت عند مستويات مماثلة أو حتى ارتفعت.
يعتزم رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الانسحاب من السلطة وعدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم خلال الانتخابات المقبلة في 29 من سبتمبر حسب ما أعلن المسؤول الثاني في الحزب. وكشفت استطلاعات الرأي في 2 من كبريات الصحف اليابانية أن معدل التأييد العام لرئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا سجل أدنى مستوياته، مما زاد من حدة التوتر قبل أقل من شهر من خوضه لانتخابات رئاسة الحزب الحاكم. وأشارت صحيفة يابانية إلى أن سوغا فشل في الاستثمار في إقامة الألعاب الأولمبية في بلاده المتضررة من جائحة كوفيد-19، حيث أجبرت موجة جديدة من الإصابات الحكومة على إعلان حالة الطوارئ الرابعة في طوكيو ومعظم مناطق العاصمة وسط عملية تطعيم بطيئة. كشف الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا ومقرها بريطانيا عن التوصل إلى تسوية خلاف بشأن تأخر تسليم كميات اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وفقا للاتفاق تسلم شركة الأدوية ما تبقى من 300 مليون جرعة وعدت بها بموجب عقود مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس 2022، ما يطوي صفحة نزاع قضائي في محاكم بلجيكا. وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن الغضب عقب إعلان شركة الصيدلة البريطانية السويدية نقصا في إمداداتها وتأخر تلبية طلبيات العقود، ما قوض المراحل الأولى لنشر اللقاحات المضادة لكورونا في دول الكتلة. سيداتي سادتي، وصلنا إلى نقطة الختام، لكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء في هذه النشرة. إصابة مواطن واحد بكوفيد-19 في البلاد. وزارة الدفاع تخرج دفعة جديدة من أعضائها في مجال الموسيقى. مستشفى عصب يسعى لتقديم خدمات ناجعة بأجهزة حديثة. طالبان تعلن التقدم في وادي بانغشير والمقاومة تؤكد صد الهجوم. انخفاض حاد للتلوث في العالم في ظل إجراءات إغلاق كوفيد-19. رئيس الوزراء الياباني يعتزم عدم الترشح مجددا. في أمان الله وحفظه.